في مسألة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وهي مسألة إذا دخل الإنسان إلى المسجد عند صلاة المغرب، يعني الإنسان ذهب من بيته من أجل أن يصلي صلاة المغرب، في هذه اللحظة لا يصلي صلاة النافلة، لأننا عندنا المالكية صلاة النافلة في هذا الوقت مكروهة، قبل المغرب تكره النافلة. طيب الإنسان يعمل شنو في هذه اللحظة؟ الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قال ينبغي عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، فإنها تقوم مقام النافلة. يعني إذا كان الإنسان دخل وقت النهي يقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، فإنها تقوم مقام النافلة. كل من دخل في هذا الوقت يقول هذه الكلمات ثم يجلس، ولكن لا يجوز له أن يأتي بتحية المسجد ولا النافلة قبل صلاة المغرب. بعد أن يصلي المغرب له أن يصلي ما شاء، وكذلك بعد صلاة العصر، والله ورسوله أعلم.